بلاي. بابا أنا عجباني أوي يا بابا، عروسة لقيتها عند المحل وأنا جاية من المدرسة. ممكن يا بابا بليز تشتريها لي؟ ماشي يا صافي، هديكي تمنها وانت رايحة المدرسة بكرة، وابقي اشتريها. شكرا يا بابا، انت أحلى أب في العالم. مش معقول كده، هي كل حاجة تقولك عليها عاوزاها يا بابا تجيبها لها على طول. انت مدلع البنت دي خالص، هي اصلا ما بتسمعش الكلام، المفروض انها تتعاقب مش تجيب لها هدية. يس صافي، هو انت ليه حاطة عروستك معانا على الأكل؟ هي يعني بتاكل زينا؟ أيوة يا ماما، يعني كأنها إنسانة كده زينا وبتاكل عادي يعني يا ماما، ما فيهاش حاجة. لا شيليها، هي كده تتوسخ. يا ماما لا يا ماما، عايزة ألعب بيها. برضو مش بتسمعي الكلام؟ طيب انا بقى اخدها النهاردة ومش هديها لك الا لما تبقي شاطرة وتسمعي الكلام. لا يا ماما لا، دي عروستي المفضلة. لا سيبيها، هاتي العروسة دي، مش هتشوفيها الا لما انا اقول. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا صافي، انا رايحة مشوار انا وبابا واخوكي، متفتحيش الباب لحد ولا تقربي من عروستك، فهماني؟ حاضر يا ماما، فهماكي، ما تفكرنيش بقى، يعني انا لسه شارية العروسة وما لحقتش العب بيها، تروح ماما واختها كده مش فير. انا اروح كده ابص على العروسة بصة صغننة لحسن هي وحشتني موت. انا يعني مش هاخدها والعب بيها، يعني انا بسمع كلام ماما، انا هبص كده بصة عليها من بعيد. انا عرفت كده يا ماما انتي مخبياها فين. انا دورت في البيت كله وما لقيتهاش، يعني انتي كده يا ماما مخبياها على البسين. ايه ده، انتي مش على البسين كمان؟ امال هتكون راحت فين؟ شكلي كده مش هعرف الاقيها خالص. طب خلاص بقى مش مهم، انا المطلوب مني اني ابقى شاطرة وماما هتبقى ترجعها لي على طول. انت ازاي تعملي كده؟ ايه يا ماما في ايه؟ انا عملت ايه؟ اتفضلي تعالي ورايا. حاضر يا ماما انا جايه اهو. تقدري تقولي لي ايه اللي عملتيه ده؟ التيشيرت ده بتاع اخوكي، معقول تقطعيه علشان تضايقيني علشان اخدت منك عروستك يوم؟ انت كده بنت مش شاطره. انا يا ماما انا قطعت يا ماما تيشيرت اخويا؟ طب وهعمل كده ليه؟ لا يا ماما لا، مش انا. صافي ما كانش في غيرك في البيت، يعني انت يا صافي ما دخلتيش الاوضه هنا؟ بصراحه يا ماما عشان ما بقاش بكذب عليكي، انا دخلت علشان بس اشوف العروسه، بس انا ما كنتش هلعب بيها، انا بس كنت عايزه اشوفها وما لقيتهاش فطلعت على طول. ازاي ما لقيتيهاش وهي اصلا على السرير؟ ايه ده، هي من الاول كانت على السرير؟ ازاي ما شفتهاش؟ ايوه انا سايبها على السرير واهي لسه موجوده مكانها علشان تعرفي انك كذابه. لا يا ماما، لا يا ماما صدقيني، انا هكدب ليه؟ في حاجه غلط يا ماما صدقيني. روحي على اوضتك يا صافي، انا مش قادره اشوفك، حاسه اني هضربك. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. ايه ده؟ مين اللي هنا؟ يا صافي يا رخمة، انت عارفاني بترعب من الأغنية دي، ده مش هزار على فكرة، دمك تقيل جدا. أنا مش صافي. أمال هتكوني مين؟ والله لو أقول لماما بكرة ده انت خلصة. شوف انت بقى، تصبح على خير يا موسى. يا رخمة يا رخمة، امشي بقى. ماما يا ماما الحقيني يا ماما، في سلايم على وشي، انا مش عارفة اشيله خالص. سلايم ازاي؟ هو ايه اللي جاب سلايم على وشك؟
والله ما عارف يا ماما، انا صحيت لقيت السلايم ده على وشي. بس يا ماما صوفي امبارح كانت عمالة تخوفني وغنت الاغنية اللي بترعبني. صافي تعالي هنا حالا. نعم يا ماما، في ايه؟ ايه اللي على وش اخوكي ده؟ ده سلايم يا ماما، انا كنت لسه هسأله ايه اللي جابه على وشك. يعني انت مش عارفة ايه اللي جابه على وشه؟ يعني مثلا مش انت اللي حطاهوله؟ حطيت ايه يا ماما؟ بس اكيد يعني مش انا اللي عملت كده. برضو بتكدبي تاني. انا قلت من زمان انك مش شاطرة، وكل يوم فعلا بتثبتيلي انك مش شاطرة. يعني انا كده عمري ما هاخد العروسة تاني؟ العروسة، هو انت كل همك العروسة؟ انا اصلا بقيت احب العروسة دي اكتر منك. يعني يا ماما انتي بتحبي العروسة اكتر من بنتك؟ ماشي يا ماما. صافي هو انت كويسة؟ لا يا موسى مش كويسة، ماما بقت تكرهني ودايما بتتهمني اني بعمل حاجات وحشة، وانا اصلا مش بعمل اي حاجة خالص. حاسس يا صافي ان في حاجة غريبة بتحصل، وحاسس انك بريئة وعايزة اساعدك. بريئة والله؟ طب هتساعدني ازاي؟ انا شاكك في العروسة دي يا صافي، علشان ببقى سايبها في مكان وبعدها ارجع الاقيها اختفت وبقت في مكان تاني. وكمان حاسس ان هي اللي حطت لي سلايم على وشي، لاني شفت خيال حد صغنن خالص بيجري في الضلمة، وده مش انتي. معقول يا موسى؟ انا كنت فعلا شاكة ان في حاجة غلط. طب وهنقول لماما ازاي؟ اكيد يا صافي مش هتصدقنا. احنا لازم نعمل حاجة تخلي ماما تشوف العروسة بنفسها وهي بتعمل الحاجات دي. احنا هنحط كاميرا ونخبيها ونصورها فيديو وهي بتعمل المصيبة من المصايب اللي بتعملها، ونوريها لماما عشان تصدقنا. ماشي، فكرة حلوة يا موسى، يلا بينا. ادي جهزت الكاميرا اهي، قومي يلا بقى علشان احطها مكانك واخبيها وسط المخدات ومحدش يشوفها. وروني هتعملوها ازاي. ايه ده؟ هي الكاميرا راحت فين؟ ده انا متأكد جدا اني حطيتها وسط المخدات هنا. انا مش عارفة اختفت ازاي، دي حاجة مرعبة قوي. يا ماما ما شفتش اي كاميرا هنا بره في الصالة وسط المخدات؟ كاميرا ايه يا حبيبي؟ انا ما شفتش حاجة. هو اصلا ايه اللي جاب الكاميرا وسط المخدات؟ انا يا ماما هحكي لك على كل حاجة. ايه انت ازاي تحط كاميرا وتصورنا كده في البيت من غير ما نكون عارفين؟ انت مش عارف ان ما ينفعش تصور حد من غير اذنه؟ دي غلطة كبيرة جدا وهتتعاقب عليها. يا ماما لا يا ماما، متعاقبيش موسى، دي كانت فكرتي، انا اللي عملت كده. يا صفي ما تقوليش كده بقى، دي كانت اصلا من الاول فكرتي انا. انتي اصلا بريئة. يا ماما حضرتك سايبة الموضوع المهم وبتزعقلنا على الكاميرا. في حاجات بتختفي من البيت واحنا يا ماما متأكدين ان العروسة هي السبب. عروسة ايه وكلام فاضي ايه؟ سيبك بقى من الكلام ده. انا كنت متأكدة يا موسى ان الحركات دي متطلعش منك عشان انت شاطر. وبالنسبة لك بقى يا صافي، العقاب بقى بتاعك هيزيد اكتر واكتر. انا معرفش انتي اللي بنتي اصلا. انا كان نفسي العروسة هي اللي تبقى بنتي اصلا مش انتي. يا راسي، انا دايخة جدا مش عارفة مالي. ايه ده؟ انا ايه اللي بيحصل لي ده؟ هو انا بقيت العروسة؟ يا ماما الحقيني يا ماما، يا ماما. ايه ده؟ انت ازاي بتتكلمي؟ انا صافي يا ماما. صافي ازاي؟ لا والله انت عروسة مسكونة، انت عروسة مسكونة. انا بنتي قاعدة برا. لا يا ماما صدقيني انا صافي، اسأليني اي حاجة وهتلاقيني برد عليكي. انا اتحولت يا ماما للعروسة عشان تتمنزي كده. شفتي يا ماما امنيتي عملت فيا ايه؟ ازاي ده ممكن يحصل؟ طب انا اسألك على حاجة حصلت من سنين، ولو جاوبتي صح يبقى كلامك حقيقي. ايه هي الهدية اللي بابا جابها لك في عيد ميلادك الثامن؟ هدية يا ماما كان نفسي فيها من زمان،
جاب لي بلاي ستيشن، وعيد ميلادي اللي فات جاب لي عجلة، وانتي اكلتك المفضلة السمك، وموسى بيحب البحر جدا، وبابا دايما بينسى تليفوني وانتي اللي بتفكري بيه. اقولك ايه تاني يا ماما عشان تصدقيني بس؟ طيب اعمل ايه عشان اصلح الغلط اللي انا عملته فيكي ده؟ اتمنى انك ترجعي تاني يا صوفي، انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. صوفي رجعتيلي، صدقيني يا صوفي انتي وموسى اغلى حاجة في حياتي. انا بس كنت بتضايق من تصرفاتك، بس ده ابدا ما يقلل من حبي ليكي. مفيش ام بتكره بنتها اكيد، بس ممكن تكره افعالها. انا عارفة يا ماما انتي بتحبيني قد ايه، وعارفة كمان يا ماما انا زعلتك قد ايه. انا اسفة يا ماما على كل مرة زعلتك فيها، وهعمل كل حاجة تخليني استاهل الحب ده. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحدوتة، قصدي استمتعتوا بالحدوتة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.